المرحب المؤيد لعلاقة حقيقية ودافئة مع إيران دايما يتخذ من حضرتك باعتباره ولاء لإيران، زي بالظبط لما بتتكلم عن الإخوان المسلمين. كان لسه قبل الثورة بيومين حوار مع حضرتك في دريش بيجل وبتقول لا يجب ان احنا نشوه وجه الإخوان ولا يعني نتهمهم اتهامات شيطانهم يعني. فيبدو كأنك متعاطفا وثمة ولاء عاطفي مع الإخوان. أنا أعرف طبعا أن حضرتك علماني مخلص للعلمانية يعني. أعرف طبعا أن حضرتك علماني مخلص للعلمانية يعني. أعرف طبعا أن حضرتك علماني مخلص للعلمانية يعني. فضيلة الشيخ، ما دام قلت العلمانية يبقى فيها الرد خلاص. تتكلم تقول إيه بقى؟ العلماني يعني إيه؟ يأخذ بأسباب الحياة قبل أن يأخذ. ومن الذي قال أن الدين منع أن تأخذ بأسباب الحياة؟ ينفق المناكبها وكل من رزق. من الذي قال ماذا؟ حينما يتكلم الله عن العلم يتكلم عن مطلق قضية علمية ناتعة في الوجود، ما قالش حلال وحرام بس. اقرأ إن شئت قول الله: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. ده اسمه إيه؟ نبات. نعم. خلاص. فأخرجنا به إيه؟ ثمرات مختلفا إيه ألوانها. ده جنس إيه ده؟ جنس النبات يا أخي. الثمرات نعم. جنس النبات. وبعدين ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. جنس إيه؟ الجماد. نعم. الجماد. ادي نبات وادي جماد. ومن الناس ادي الانسان والدواب ادي الحيوان. يبقى اجناس الوجود كلها جت ولا ما جاتش؟ نعم. فيها حكم حلال ولا حرام؟ لا. انما يخشى الله من عباده العلماء. اي في هذه الاشياء. فلنسقط كلمة العلمانيين ونقول أن هناك البعض يقول أنه لا يوجد عالم متخصص للفتوى والدعوة الإسلامية. ده سمكري على ده السباك، واحد مختص به السباك اللي يمسح الجزم، واحد مختص به. انت هتعمل الدين ده مالوش حد خالص. عقلي ولا عقلك اللي يحكم فيها بقى؟ ما دام علماني بقى تتكلم عقلك. عقلي ولا عقلك؟ ايوه عقل. طب هات عقول الحضاره كلها تجد نازله ببعض ايه؟ يبقى اذا ما اتفقش العقول. يبقى لازم حد يحكم القضيه الحق بايد واحده بس عشان ما نختلفش ويا بعض. وبعدين افرع العقل بقى للبحث في التكنولوجيا وبحث في الارض وبحث في اوفر العقل ما شغلوش فيه. انا اذا كنت قاعد في الاوضه دي والجرس ضرب، كلنا نتفق ولا ما نتفقش ولا نختلف؟ كلنا نتفق على معقول واحد، وهو أن طارقا بالباب. في اختلافنا في دي؟ لما ندخل في التصور بقى نختلف. انت تقول ده راجل، انا اقول لك ده ماشي، ده نزير، ده عايز يموتنا. خليك عند التعقل ودعه ينبئ عن نفسه. مين انت؟ هيقول انا فلان جاي عشان كذا. انت لا تعبنا ولا اخترنا. نعم. نعم. انما عايزين يتعقلوا الله. نقول لا، انت تتعقله ولا تتصوره. نعم. لانك لو تصورته ما ينفعش يبقى اله. ده مخلوق له وهو الروح. مخلوق لله وهو الروح اللي بتدير جسمك ده كله، اللي لما تخرج منك يبقى رمه. أنت لم ترها ولم تسمعها ولم تشمها ولم تلمسها، فكيف لا تدرك مخلوقا لله وتريد أن تدرك الله؟ يا أخي بس قلة أدب. العلمانيين طب ومين العلماني ده بقى علماني بقى بعد كم سنة؟ بقى علماني كده ويقعد يفصل المسائل بعد قد إيه يعني؟ كثير. بعد سنوات. قد ايه يعني؟ سنه كم سنه يعني؟ 50. لا يا اخويا خليه 25. نعم. ومن يحكم حركته قبل ان يملك ال 25؟ منين بقى اجيب له واحد معاه؟ في حقيقة الأمر ده ينعكس على الواقع السياسي والصحفي والإعلامي، بأنه كأن في هذا مش الولاء، حتى هذا التعاطف الشديد مع إيران ومع الإخوان المسلمين. أنا راجل
علمتني الحياة إبراهيم أن أكون واقعي بصرف النظر عن معتقداتي، بصرف النظر عن انتماءاتي، لا بدون الحوار والتواصل مع من تختلف معه لن تكون هناك حل للمشاكل. أنا هناك مشاكل كثيرة مع إيران، وإيران شوف الجرائد الإيرانية كانت بتهاجمني إزاي أثناء التفتيش، شوف الجرائد الإسرائيلية بتهاجمني إزاي، شوف الجرائد الأمريكانية بتهاجمني إزاي، شوف الجرائد، يعني أنا هجمت من إنما في نهاية المطاف هناك شيء واحد اجمعوا عليه، انهم يحترموني لان لي مصداقيه. ولا انا الاخوه المسلمين، انا ما قابلت مع الاخوه المسلمين، هم قلت لهم احنا نتفق على شيء واحد، واننا ننقل مصر الى دوله ديمقراطيه. انتوا بتقولوا ما فيش ست رئيس الدوله، ما فيش ابتي رئيس دوله، انا لا صله لي بهذه الايديولوجيه التي لا اتفق معها على الاطلاق. فانتوا بتقولوا ما فيش ست رئيس الدوله، ما فيش ابتي رئيس دوله، أنا لا صلة لي بهذه الأيديولوجية التي لا أتفق معها على الإطلاق. فأنتوا بتقولوا ما فيش ست رئيس الدولة، ما فيش ابتي رئيس دولة، أنا لا صلة لي بهذه الأيديولوجية التي لا أتفق معها على الإطلاق. أنا عايز فضيلتك تضع تعريف من هو العلماني؟ ليه؟ العلماني إيه هو اللي يقول؟ هو العلماني هو الذي يريد أن يعزل دين الله عن الحياة. بس ما فيش حاجة اسمها دين. شامل اللي قالك كيف؟ هذا العلماني. لكني أشاهد ناس في كثير من المجالات متمسك بدينه ويقول أنا علماني. ما كذب ولا تحصل، ده ضد الدين 1000 مرة. يعمل ولا يشوف شاعر متدين. هؤلاء أسرفوا على نفسهم ويريدون أن تكون قضية الدين كلها قضية كذب، لأن لو كانت صدق هيروحوا في داهية. أسألك سؤال صعب ومن حقك أن تمتنع. لو أنك تسأل في دستور مقترح هتقول هتفضل أنه تفضل المادة الخاصة بأن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتبعية تقبل وجود أحزاب دينية أو حزب إسلامي، ولا تفضل أن تزيح الفقرتين بشكل كامل من الدستور؟ يعني هي مسألة عاوزة تفكير. لو مش عايز تجاوب ما تجاوبش. لا أنا هجاوب يا منى. يعني المسألة إذا كان ما هو مفهوم إن المصدر الرئيسي للتشريع الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع، يعني إحنا بناخذ ما هو تحديدي للإسلام، دي مسألة أخرى ما تحددناش. الإسلام حولناه إلى طقوس وليس جوهر في كثير من في ممارستنا له. ما هو الإسلام؟ هل اجتهدنا في تفسيرنا للإسلام في الأربع 5 القرون الماضية؟ الحزب أن يكون له مرجعية إسلامية أو مرجعية مسيحية. عندنا أحزاب في الغرب، حزب الديمقراطي المسيحي الاشتراكي، في الأحزاب المسيحية في أوروبا، في كافة. إنما في نهاية المطاف هذه تعبر عن أفكار وعن قيم معينة. يعني هل من الأفضل أن يكون هذا محظور أن أقول أن الدولة ليس لها دين؟ يعني هناك كذلك في الدستور الدولة دينها الإسلام. الدولة هي مؤسسات، المسلمين هم الأفراد، أو الأفراد في المصريين المسلمين أو أقباط. إنما الدولة كمؤسسة ليس لها دين. يعني الدولة هي الحكومة أو المؤسسات. يعني هناك الكثير من المسائل. هل شايف ان كل هذه النقاط يجب ان تضبط او تضع نقاط على الحروف؟ يجب ان نناقشها وبدون ان يكون هناك حساسية، وبدون ان نخون من يناقشها، وبدون ان نكفر مع حركة حماس. ضد او مع استمرار الرئيس محمد حسني مبارك حاكما لمصر؟ مع طبعا. مع طبعا. ضد او مع استمرار الرئيس محمد حسني مبارك حاكما لمصر؟ مع طبعا. مع طبعا. عمرو أديب ضد او مع منع المنقبات من دخول الجامعات؟ انا مع منع المنقبات من دخول الجامعات. ليه؟ لازم نتحقق الناس دي مين. ما ممكن يبقى في سيدة وهي اللي تكشف وتتحقق ويدخل. النقاب مش فرض. ضد او مع الديمقراطية حتى لو جابت حماس والاخوان المسلمين؟ تولع. ضد الديمقراطية. تولع الديمقراطية. ده يبقى اخر يوم في عمري.
اخر في عمرك هتعمل ايه يعني؟ خلاص هتفجر نفسك؟ لا لا لا، هروح اقعد بقى في كندا وكده وبتاع، تهرب. سيبها لهم. تهرب. طبعا. مفيش فرد بيغير مجتمع، في مجتمع يريد ان يغير نفسه. يقول لك مش عايزين دين بقى، الدين اصله الزام، وربنا هيقول لك قال الله وقال الرسول احنا عايزين ناخد حريتنا بقى وناخد ايه، بص ناخد راحتنا، واللي شايفينه احنا صح نعمله، مش شايفينه صح ما نعملوش. فوالله احنا شايفين ان الخمره ممكن تجيب لنا فلوس، والربا هيكسبنا، والدعاره هتعمل لنا سياحه، وهتجيب لنا السياح من كل حته يسيحوا عندنا ويتنيلوا ب60 نيله، بس هناخد منهم فلوس. ايه رايك في الكلام ده؟ والله يا ريت، واي نوت، يلا يعني ليه لا؟ ما يلا ماشي، يلا ماشي. بس الدين بقول لك ايه، دين ايه بقى وبتاع ايه؟ احنا دلوقتي هنبقوا ايه بقى؟ علمانيون. احنا دلوقتي في علمانيه او علمانيه. علمانيه جلوباليزيشن من العالم، علمانيه من العلم. الاثنين الخلاصه ايه؟ مش عايزين سلطان للدين، ابعد الدين خالص. دلوقتي ابعد الدين خالص، مش عايزين دين. اللي احنا شايفينه صح نعمله، واللي احنا شايفينه صح ما نعملوش. طب وربنا؟ ربنا بقى عز وجل تبارك وتعالى خلقنا وخلاص بقى، ملوش دعوه بينا بقى. هو عايز لنا يعني عشان خلقنا بقى؟ خلاص ربنا يسيبنا بقى، يعني ربنا ملوش دعوه بينا يعني. احنا بقى شايفين حالنا بصراحه، واحنا اعلم بقى من الله، واحنا ادرى من الله، نعرف نشوف حالنا ماشي ازاي يعني. ايه ده؟ ده اسمه ايه ده؟ لا دي علمانيه، دي علمانيه. علمانيه ده كفر بالله، ده اسمه كفر بالله. ان هي الا اسماء سميتموها، الله يقول وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا، سورة المائدة. إن الحكم إلا لله، سورة يوسف. والآيات كتير. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، أدي القرآن، وأطيعوا الرسول، أدي السنة. مش لا أنا مسلم بس ربنا ماليش دعوة بيا، أنا يا رب مؤمن بيك بس أنت مالكش دعوة. الله الله، فين بقى؟ يبقى إله إيه ده؟ يبقى إله إيه ده؟ أنتوا سميتم، وهذه تسميات خاطئة ما أنزل الله بها من سلطان.